السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى ان شاء الله فيديو مختلف، فيديو كده فيه افكار للتوفير، وكمان هقول لكم برضه على فكرة حلوة جدا اخر الفيديو ان شاء الله تعجبكم، يعني افكار كتيرة ان شاء الله. بس لو اول مرة بقى بتشوفيني، انا اميرة ودي قناتي، يلا اشتركي ونوريني وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الفيديو عجبك ما تنسنيش في اللايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى يا بنات اقول لكم هتوفري ازاي، وازاي تطلعي فلوس مما فيش، وكمان من حاجات عندك في البيت تقدري تستغليها وتحوشي منها باذن الله. الافكار دي بقى انا عامه انا عاملاها شخصيا. وطبعا قلت اشاركها معاكم، طبعا كلنا لازم نستفاد كده من بعض ونشوف بعض ايه، ونشوف بعض في كل حاجه. اول فكره يا بنات، انت مثلا عندك العيش، طبعا كلنا بنجيب عيش وكلنا عندنا اطفال بيتبقى منهم قطعه عيش، بيبقى نص رغيف مثلا محدش كله، فتافيت من بتاعت العيش بعد ما بناكل، لقمه مقطعه، الولاد مقطعين عيش، المهم كل الكلام دوت بواقي العيش اللي بتفيد منك، او العيش البايت، او عيش فيه نوبات منك وانت مش محتاجاه، مش هتعمليه بقسماط ولا حاجه. هنعمل بيه ايه؟ هتحطي كده صينيه، انا بقول لك بالظبط اللي انا عاملاه. حطي صينيه في البلكونه عندك، وابداي خدي بقى ايه العيش المتقطع دوت، الفتافيت العيش، العيش اللي ملوش لازمه، العيش اللي باظ ونسيناه وعفن في الجو الحر دوت. هتاخدي العيش ده كله وتحطيه فين؟ على صينيه في البلكونه ينشف. تبداي تجيبي شنطه وتعبي فيها العيش اللي نشف، وهكذا وهكذا. كل ما بقى منك عيش تحطيه ينشف، عيش بقى كحك، فينو، اي بواقي حاجه عندك، بس اهم حاجه تكون عيش فينو، بقسماط، كل الكلام ده. لو انت مش بتعمليه مثلا بقسماط للبانيه وكده، وحابه تختصري الموضوع بتشتري جاهز على طول، فتقدري برضو تشيلي الحاجات دي، الفينو يعني وكده. وفتافيت العيش بتعملي ايه يا ست الكل؟ هتحوشي العيش بتاعك دوت، مثلا عبيتي بقى شكاره، عبيتي بقى شوال صغير، شوال كبير، انت بقى وحظك، قعدتي شهر بقى تجمعي، قعدتي اقل قعدتي اكتر براحتك، انت حسب استهلاكك وحسب انت في عيش كتير بيتخضر منك قد ايه. بتعبي العيش دوت تنشفيه في الصينيه وترجعي تشيليه في كيس بعد ما بينشف، لان لو سبتيه كده طري زي ما هو في الشنطه بيعفن ومش هيبقى حلو خالص، ومش هينفع ان انت تعملي بيه حاجه. طبعا كلنا اكيد الراجل ده بيعدي من عندك بيقول العيش المكسر الكيلو باين ب5 جنيه، وفي ناس وفي ناس بيشتروا ب6 جنيه. فطبعا لما تبيعي انت العيش دوت وتطلعي لك بقى مثلا ب30 40 جنيه 50 جنيه، حسب ما انت عملتي يعني العيش بتاعك كونتيه، انت اولى بيهم. هتاخديهم يا ستي الكل تحطيهم كده في بطرمان في حصاله وتشيليهم على جنب. محتاجه حاجه ليكي هتجيبي، مش محتاجه حاجه هتفضلي شايليهم، بحيث ان انت كل ما تجمعي عيش هتبيعيه وتشيلي الفلوس تاني في البرطمان بتاعك او في الحصاله بتاعتك. تمام كده؟ يبقى دي كده اول فكره من ما فيش، من بواقي العيش هتعملي ايه الفكره دي. نيجي بقى الفكره التانية، وايه هي؟ البلاستيكات. اي حاجه بلاستيك عندك تقدري تشيليها وما ترميهاش. علبه مسحوق، المسحوق اللي هو الجل دوت والازاز بتاعته تقدري تشيليها. ازايز حاجه ساقعه، لو بتجيبوا حاجه ساقعه ما ترميهاش. تقدري كمان علب السمنه تشيليها. السمنه حاجه، العلب الصفيح بتتباع بتمن والبلاستيك بتمن، بس الصراحه انا مش عارفه اسعار. تمام كده؟ لان انا بنزل بكله وهو بيوزنه ويقول لي دول عاملين معاكي قد كده. تمام كده؟ هتجيبي مثلا ازايز الزيت اللي احنا بنجيبه من التموين او مش بره التموين، اي ازايز زيت انت بتستعمليها شيليها. تمام. ايه تاني؟ العلب بتاعت البلسم والحمام الكريم والشاور، وكمان لو عندك اللي هو المعطرات بتاعت الجو ديت، وخلصت طبعا تقدري تشيلي الازاز برضو بتاعتها. تقدري كمان يتكسر عندك طبق، يتكسر اي حاجه بلاستيك عندك تقدري برضو تشيليها. وكمان الكراتين، الكراتين برضو والورق برضو تقدري تشيليه وتجمعيه. طبعا كلنا خلصنا مدارس الحمد لله رب العالمين، خدي بقى الكتب، خدي والملازم وكل الكلام اللي كان عامل لنا دوشه دوت، وروحي بيعيه بالكيلو برضو هيطلع لك مبلغ حلو ان شاء الله. الكراتين هكذا. اي كرتونه بقى عندك جبت بقى شوز في كرتونه، شيلي الكرتونه بتاعته.
جبت اي حاجه، اي حاجه في كراتين، يعني مفيش حاجه حاضره في دماغي. انا الصراحه مش محضره الفيديو خالص، بس الافكار دي عشان انا منفذاها بالفعل وعاملاها في البيت عندي وكده، فحبيت اشارككم بيها يعني، علشان كله يستفاد وكله يطبق وينفذ اللي انا بقوله لكم دوت. بجد والله فلوس من مفيش. كنزات بقى، لو حد عندك بيجيب كنز. عندي ولادي بيجيبوا ازاز بيبسي كده، مش عارفه اسمها ايه، مش عارفه ب10 جنيه ولا ب12 جنيه، باخد الازاز بتاعتها برضو بشيلها. جه عندي خرطوم الغساله باظ وغيرته شيلته، يعني اللي غيرته شيلته ما رمتوش. الكوع بتاع الحوض جه باظ برضو عندي واتقطم، رحت شايلاه برضو، قلت برضو هبيعه من ضمن الحاجات. طبق اتكسر عندي شيلته، فاهمين؟ اي حاجه تشيليها. موجود عندك علب الكريم الشعر، شيليها. كل الحاجات دي هما بياخدوها وبيعيدوا التدوير بتاعها وي... ويستنفعوا منها يعني. فكل ده بيتباع بالكيلو، تقدري تشوفي المنتجع عندك. لو عندك حد بيعدي، لو عندك حد فاتح محل بيشتري منك الحاجات دي، هيشتريها منك بالكيلو. اي حاجه بقى صفيحه عندك، صفيحه سمنه، علبه سمنه، اي علب عندك، تمام كده. ادي كده معانا ايه فكره العيش، وكمان فكره البلاستيكات. تعالوا بقى كمان اقول لكم على فكره الجمعيه. فكرة الجمعية هنا يا جماعة، انت طبعا مثلا محتاجة مبلغ ما، تمام؟ فهتعملي ايه؟ ومش عارفة مثلا محتاجة فلوس مزنوقة فيها، مش عارفة تستلفي من حد، مش بتحبي تستلفي من حد. فأول حاجة هتعمليها ان انت تلمي جمعية مثلا 10 أنفار، 10 أفراد مثلا، أو 20 فرد مثلا، حسب ما انت عايزة. طيب بكام يا أميرة؟ أنا بلمها ب5 جنيه في اليوم، تمام؟ هتتقبض ايه؟ تتقبض تتقبض كل 10 أيام. كام؟ 1000 جنيه. في كام اسم؟ في 20 اسم. انت لميتي الجمعية 20 اسم ب5 جنيه في اليوم، يعني كل 10 أيام الفرد الواحد هيدفع 50 جنيه، وبعد 10 أيام هيقبض 1000 جنيه، تمام؟ طيب مش عايزة تعمليها كل 10 أيام وعايزة تعمليها كل شهر، كل شهر، وهيدفع برضو 150 جنيه في الشهر. في 20 اسم هيقبض 3000 جنيه. بس هيقعدوا كام شهر؟ هيقعدوا 20 شهر، تمام؟ لان كل نفر هيتقبض كل 10 أيام، تمام كده؟ فانت لميها زي ما انت عايزه تلميها ب10 في اليوم، عايزه تلميها مثلا ب5 في اليوم، زي ما تقدري لميها بقى مع جيرانك، مع اخواتك، مع اصحابك، مع ولاد اخواتك، مع ولاد جيرانك. انا بقى بلم بقى جيراني وولادهم وابدا اعملها. وتبداي تكتبيها، تجيبي كده بقى الاجنده، وتبداي بقى تقسمي كده مثلا اول نفر، تاني نفر، تالت نفر، رابع نفر، لحد اول نفر مثلا انت اللي هتبقى اميره مثلا هتقبضها كام مثلا. احنا في اول الشهر بدات مثلا من يوم 1/8، بعد 10 أيام هتقبض 10/8، تمام كده؟ يبقى كده 10/8، كده اول نفر قبض 1000 جنيه، تمام؟ طب نيجي في تاني نفر، فلانه مثلا جارتي او اختي او اي حد، يبقى من اول 10/8 لحد 20/8، يبقى تاني نفر اتقبض ايه؟ 20/8 بكام؟ ب1000 جنيه، وهكذا وهكذا. لكن لو هتعمليها بالشهر يبقى من يوم 1/8 هتتقبض يوم 1/9، يوم 1/10 كده. ده لو بالشهر هتتقبض كام؟ 3000 جنيه، لو ب150 جنيه. طب انت حابه تكبري وربنا فاتحها عليكي بقى، وتقدري تخشي مثلا ب500 جنيه في الشهر، تلميها ب1000 جنيه في الشهر. 1000 جنيه دي بتبقى كبيره جدا ما شاء الله، وتقبضي 20000 جنيه في الشهر. طبعا هتلميها برضه 10 تنفار، كل نفر ب1000 جنيه في الشهر. في ال20 هيبقى 20000 جنيه في الشهر. تقدري بقى تعملي بيهم بقى البدع واللي انت عايزاه. عايزه تجددي بقى بيتك، شقتك، عايزه تجيبي حاجه في شقتك، عايزه تشيليهم لوقت عوزه مثلا للولاد، اي حاجه عايزه تجيبي بيهم اي حاجه انت محتاجاها في البيت، جهاز مثلا محتاجاه ومش ومعكيش حقه، تقدري تجيبيه كده. لكن 1000 جنيه ديت حلوه صغيره، هتخلص على طول. 7 شهور إلا 10 أيام هتلاقي الجمعية خلصت معاكي. هم 5 جنيه ولا أي حاجة، 5 جنيه ولا أي حاجة، أكنك اشتريتي بيهم كيسين ملح بجد يعني، ولا أي حاجة.
تقدري تشيلي مصروف من مصروف ولادك وتخشي برضو الجمعية، تدخلي ولادك بدل مثلا ما بياخدوا مثلا مصروف 10 جنيه في اليوم طول النهار، لا اديهم 5 ويدخليهم ب5. برضو تقدري تجيبي لهم بقى مثلا بيها مثلا لبس، تقدري مثلا تجيبي لهم لعبة نفسهم فيها وهكذا. فتشيليها تحوشيها وهكذا. نازلة مثلا السوق اتبقى معاكي، نزلت السوق خلصنا كده من الجمعيه، عرفتوا الجمعيه. واللي مش فاهم يبعت لي برضه في الكومنتات ويقول لي يا اميره نعملها ازاي. انا الصراحه زوجي بقى بيطبعها لي على ورق بالاسامي، يعني بعددهم مثلا 10 تنفار، بالتاريخ مثلا والتاريخ ويوم القبض، كل بقى الانفار بالعشر ايام. مثلا جارتي دفعت لي النهارده اول يوم بعلم عليها، تاني يوم بعلم عليها، تالت يوم بروح معلمه وهكذا لحد ما يخلصوا العشر ايام، واروح مقبضه النفر. اجي النفر اللي بعديها اعلم برضو، هي دفعت لي يومين، دفعت لي 3، دفعت لي 10، اعلم قدامها علشان منساش. ودي كده طبعا تبقى حلوه جدا، وبتخليكي مثلا متتلخبطيش في الجمعيه. لو انت اول مره تلمي جمعيه ومش عارفه تعملي ايه، اطبعيها كده في ورقه وقسميها، الاسم بالتاريخ بيومه اللي هيقبض فيه، بالايام، دفع يومين، دفع 3، هتعلمي وتروحي طبعوهم كده كذا ورقه بال20 اسم. وكل ما تقبضي اسم تعلمي عليه وتكتبي ايه خالص او تقبضي تمام كده بس. تقدري كمان لو انت مصروفك باليوم، ما تنزليش بمصروف، بتاخدي 100 جنيه في اليوم، شيلي منها 5 جنيه قبل ما تنزلي في الحصالة. بتاخدي 150 جنيه في اليوم، شيلي 5 جنيه في الحصالة برضو، ما تنزليش بيهم كلهم. طيب الأسبوع أنا باخد مثلا 500 جنيه في الأسبوع، 600 جنيه، يبقى شيلي 100 على جنب وانزلي بال500، ما تنزليش بال600 كلهم، أكني مصروفك هم ال500 جنيه دولت في الأسبوع والله. وهتمشي يوم أكلي أرديحي، يوم أكلي بلحمة، يوم أكلي بربع لحمة مفرومة، يوم بصينية مسقعة، شوية مكرونة كده ومعلقتين لحمة متعصجين في تحت كده في الطاجن، وجنبيها حبة بصل محمرين، شوية كشري بالعدس الأصفر. بصي هتلاقي نفسك مشيتي نفسك في الأسبوع بال500 جنيه. هتجيبي من كل حاجة كيلو، طبعا قايله لكم في الميزانيات على قد الميزانية هتمشي. كيلو طماطم او كيلو ونص طماطم هيكفينا في الاسبوع. كيلو بطاطس، البطاطس غاليه، ما تجيبيش اكتر من احتياجاتك، هو كيلو. والقوطه كمان غليت، بيقولوا بقت ب20 جنيه، فمش هتجيب اكتر من كيلو وهكذا. ونحاول نمشي امورنا ونظبط دنيتنا تمام كده. فزي ما قلت لك شيلي العيش، شيلي اي حاجه بلاستيك عندك، اي حاجه تبوظ شيليها. بتتباع كل حاجة والله، بتتباع، الحديد بيتباع والبلاستيك بيتباع والصاج بيتباع. بصي مش مخلين حاجة، كل حاجة بتتباع. فأي والورق والكراتين، أي ورق عندك ولادك بيطلعوه، ولادك في الحضانة والكراسي بتاعتهم بتتملي خلاص وعايزين جديد، ما تاخديش وترمي في الزبالة، لا شيليهم وحبة على حبة انزلي بيعيهم ويجيبولك بقى انت ورزقك. انا مش هقولك سعر حاجه معينه، مش هقولك جابولي بقى 300 400 جنيه ولا 200 جنيه، مفيش الكلام ده يا بنات، علشان الحاجات دي يعني ايه خفيفه مش بتوزن. فعشان كده مش هتجيبلك فلوس ياما، بس هتدخلك مبلغ حلو تمام كده. ف فيا رب النهارده ان شاء الله الافكار تكون عجبتكم وتقدروا تنفذوا منها اي حاجه. في حاجه كمان، تقدري مثلا تاخدي الجمعيه ديت وتعملي بيها مشروع صغير. تجيبي مثلا حبة مكياج وتبيعيهم، تعملي جروب كده وتنزلي عليه مكياجات، كريمات، طرح مثلا، اي حاجة، ترنجات، وتبدأي بقى تدخلي في كل حبايبك وقرايبك واصحابك وكل دوت. عروسة بقى مثلا اللي عجبها ترنج عندك هتاخد، بنوتة عجبها صباع روج هتاخد، ازازة برفان، مش عارف ايه، من البيت مش هنروح ولا هنيجي في اي حته. تقدري تبداي بحاجه بسيطه كده وتعملي اكل بيتي. اي حاجه انت هتعمليها، مثلا صينيه كلاش بشكل حلو كده، زوقيها وروحي مصوراها، صينيه مكرونه، فرخه كده مشويه ولا محمره، وبرده اديها برده حبه بقدونس كده على حبه طماطم ودلعيها وجرنشيها كده وصوريها. وابداي اعملي برده جروب ودخلي في حبايبك، عملتي محشي صوريه وابداي اعملي كده جروب وقولي ان انت بتعملي اكل بيتي.
ربنا يكرمك ان شاء الله ويرزقك. النهارده واحده طلبت منك كيلو، طلبت منك نص كيلو عشان لسه متعرفكيش، لقيت اكلك حلو، هتقول لي قرايبها وهتقول لي لحبايبها واصحابها، وهتلاقي الدنيا ايه مشيت معاكي. ده بالنسبه برضو للاكل البيتي ومن البيت. والله ان شاء الله فكره حلوه جدا ان شاء الله باذن الله. وهحاول برضو ابقى انفذها معاكم، لان بالفعل انا بعمل كده، بس لسه الدنيا ايه لسه مريحه واحده واحده. هي برضو كل حاجه عايزه صبر، وكل حاجه عايزه طولة بال، علشان ناس كتيره متعرفكيش، بالذات لو انت مالكيش معارف زي حالاتي كده، فالموضوع بياخد وقت شويه. وربنا يا رب يرزقكم الخير جميعا، ويبارك في بيوتكم واولادكم وازواجكم يا رب، ويبارك فيكم ويبارك في اموالكم، ويبارك في صحتكم وعافيتكم يا رب، ويشفي مرضى المسلمين جميعا، ويرحم اموات المسلمين جميعا، وينجح اولادنا ويحفظهم جميعا، اللهم امين. بالله عليك حطي لايك، وحاولي تعملي شير كتير للفيديو عشان الكل يستفاد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.